مرحبا حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تتفرجوا على هذا الفيديو. مرحبا يا احلى عالم حياتي، مرحبا يا عائلتي، مرحبا يا سندي. اليوم انا كثير عاطفية وانا عم بصور هذا الفيديو، لانه قبل يومين حطيت لكم فيديو على التيك توك شاركت مشاعري معاكم باخر فترة، واجاني تعليقات كثير حلوة وكثير عالم ساندتني وكثير عالم كتبت لي كلام حلو، وهذا الشيء صراحة كثير قواني بهذا الفترة. ولأنكم كثير قلقانين علي حبيت أعمل هذا الفيديو أجاوب على أسئلتكم. آخر فترة عن جد صرت إنسانة كثير عاطفية، أصلا صار لي فترة نفسيتي كثير تعبانة، بس الشيء الوحيد اللي مخليني عن جد أوقف على حالي هو حبكم إلي. فحسيت إنكم بتستاهلوا تعرفوا إنه أنا شو عم بصير بحياتي، ليش أنا بهذا الوضع، لأنه في عالم بدون مبالغة عم تكتب لي كل يوم إنه كيف صرتي، شو عم تساوي، حتى كلمة كيفك منكم ما بتعرفوا قديش بتصنع يومي، لأنه بحس إنه في عالم ما بيعرفوني بيشوفوني من ورا الكاميرا وقلقانين علي، فانه انتم عن جد كثير 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 بحبكم انا والله. فجيبوا قهوه او شاي وخلينا نقعد ونحكي سوا. رح ابلش باول سؤال، واللي هو اللي كثير انسال لي انه رغد رجعتي على انقره ولا بعدك باسطنبول؟ يا جماعه الخير انا هلا بانقره ببيتي، رجعت لعند بابا، والسبب هو كمان سؤال ثاني تكرر كثير انه هل رح ترجعي على الجامعه؟ اي يا جماعه الخير، انا باول السنه ان شاء الله رح اكون مداومه سنه رابعه جامعه طب اسنان، بعد ما اخذت سنه طويله من التفكير ومن التعب النفسي الكبير اللي كان معي، او بالاحرى الاكتئاب. عرفت انه الدراسة كتير شغلة مهمة للبنت وللولد. الشهادة هي سلاح لأي شخص بالعالم، فبنصحكم كلياتكم انكم تكملوا دراستكم. دراسة مهمة كتير، وانا ما ضل لي غير سنتين، فقررت انه هيك صحيت يوم قلت لا انا كمان بدي اصير دكتوره، رح اصير بلوجر مشهوره وبنفس الوقت بدي اصير دكتوره، لانه ليش لا، ممكن اقدر امشي الشغلتين مع بعض. وبس شفت حبكم الي تاكدت من هذا الشيء اكثر واكثر. بس اقرا هذا السؤال بحس فيه غصه بقلبي، انه هل شفتي امك او اخوك انس؟ لا، رح يصير لي سنه مو شايفه امي، اشتقت لها كثير. حتى هلا بس رجعت على البيت حاسه في احساس غريب، بس افوت على المطبخ احس امي مو موجود بالمطبخ، ريحة طبخة، صراخة. هذا الشيء كتير صعب بالنسبة لي وصعب اني اشاركه معاكم. بس في شغلة حلوة انه انا قدمت على الفيزا الهولندية، واذا طلعت لي الفيزا الهولندية رح اروح اشوف ماما وانس بعد غياب سنة. كتير جاء بالي اروح واحضن ماما، ويعني كتير اشتقت لك ماما اذا عم تحضري هذا الفيديو. عن جد الله لا يحرم حدا من امه، الله يخلي لنا امهاتنا كلياتنا، لانه اذا في حس ام بالبيت بتحسوا حالكم بامان، بتحسوا حالكم مو محتاجين حدا بالدنيا. ادعوا لي، يمكن انا دعوتي ما تستجاب، انتم دعوتكم تستجاب. ادعوا لي تطلع لي الفيزا بأقرب وقت واروح ازور ماما قبل ما تبلش الجامعه، لانه اذا بلشت الجامعه رح يصعب الموضوع كثير علي اني اروح على هولندا، لانه رح اصير سنه رابعه. فادعوا لي. السؤال اللي بعده بيقول انه كم سنه صار لك بتركيا وكيف بتعرفي تحكي تركي لهاي الدرجه منيح؟ يا جماعه الخير الفكره انه هذا السؤال كثير بنسال لي، وجاوبه ببساطه انه انا صار لي من اول من ولدت موجوده بتركيا بانقره، ما عشت ابدا بدوله عربيه، مع اني فلسطينيه الاصل بس بعمري ما رحت على فلسطين. وباول 3 سنين من حياتي اهلي كانوا يشتغلوا، فاعطوني لمربيين اتراك وهن اللي ربوني، فتعلمت التركي قبل العربي. يعني تركياتي فول اكثر من العربي. فول ولا فلافل؟ فول ولا فلافل؟ اسخفني. قديش عمرك وقديش طولك وقديش وزنك؟ طولي 174، عمري 23، بس ب 11/8. حضروا هداياكم وعياداتكم عايدوني. ب 11/8 رح اصير 24 سنه ووزني 50. اوكي، رح نيجي على السؤال اللي كثير عم تستنوه. كثير عالم سالتني، يمكن 3000 تعليق بخصوص هذا الموضوع والرسائل، انه ليش كنتي عم تبكي بالفيديو اللي حطيتيه على التيك توك، وشو المشكله اللي بحياتك. وكثير عالم حاولت تطمن علي، مع انه صرت انزل فيديوهات وانا عم بضحك، او فيديوهاتي يعني الكوميديه، او فيديو طبيعي عادي، صارت تكتبوا لي بالتعليقات رغد مبين عليكي تعبانه، رغد عيونك دبلانه، رغد مبين عليك الحزن. فهذا الشيء كثير بسطني، لانه حسيت
اكتشفت انه في عالم بحياتي اليومية ما بتلاحظ هذا الشيء علي، ففي شيء هيك حسسني بامان انه انتو قديش بتعرفوني، لدرجة انه صرتوا تفرقوا انه رغد منيحة مو منيحة، رغد عيونها دبلانة مو دبلانة. هذا الشيء كتير كتير عنالي، او فعلا معناته صار يضرب الحزن اللي جواتي على وجهي. يعني باخر فتره عيوني ما بعرف اذا ملاحظين تعبانه، بشرتي صارت سيئه كتير، شعري نفس الشيء، وحتى انحفت كتير، وهذا كلياته سببه الاكتئاب. الاكتئاب شيء كتير كتير سيء، وعلى قد ما حاولت اتخطى هاي السنه ما قدرت، لانه في ظروف صارت معي كتير صعبه. فزي ما حكيت لكم مريت بفترة كتير صعبة. ما بحب اطلع قدامكم هيك بتعرفوا، لانه بحب دائما انشر لكم طاقة ايجابية زي كل مرة، بس كل انسان بمر بفترة صعبة كتير بتصنع شخصيته وبتصنع مستقبله وبتخليه يعطي قرارات امرار صح امرار غلط. انا قررت اتخطى كل الفترة السيئة هاي وارجع الى طاقتي القديمة لرغد اللي بتعرفوها. بتمنى انجح بهذا الشيء واقدر اسويه. واذا سألتوني عن سبب الاكتئاب فكتير في اسباب. موضوع امي واخوي انس، انتقالا على بلد تاني، الوحدة، حسيت حالي بفترة كتير كتير وحيدة، والوحدة شيء كتير سيء، بس ما تلاقي حدا جنبك، بس ما تلاقي حدا ممكن يفهمك، تحس انه انا لازم اكون لحالي، انا لازم اكون اتدبر بمشاكلي، وانا انسانة كتير عاطفية كتير. هديك اليوم قررت قرار انه خلص رغد ركزي بحياتك، ركزي بسعادتك، وانا بنصحكم نصيحة توجهوا لله عن جد، وفكروا بحالكم دائما اول شيء قبل العالم كلياتها. ما قصدي انكم تصيروا انانيين، بس فكروا بنفسكم اكثر ما بتفكروا بالعالم كلياتها، لانه بالاخر احنا ضالين لحالنا، واحنا لازم نعمل اشياء لحالنا مشان نقدر نكون مبسوطين، نقدر نكون قوايا، نوقف على حالنا. الضعف مو شيء سيء ابدا، كلياتنا بنمر بمراحل ضعف بحياتنا، كل العالم معرضين لهذا الشيء، بس الشيء اللي لازم ينعمل انه نقوم على حالنا ونتخطى هاي الفترة السيئة، ونتوكل على الله، وراح ننجح، وراح ما بعرف شو بدي احكي يعني. بس انا كثير مبسوطة انه اتخذت قرار بيوم من الايام اني افتح قناة على اليوتيوب، ويصير عندي عائلة كثير حلوة مثلكن. بالوقت اللي بكون مخنوقة فيه تعاليقكن، تصاميمكن، رسائلكن بتصنعيهم عن جد. يعني انتو سبب كل شيء اصلا. يعني اي انسان بيكون ناجح على السوشيال ميديا انتو السببه. فكثير امرار بفكر انه ما بدي اقصر معاكم ولا بشيء، فعملت هذا الفيديو بس مشان اطمنكن انه انا بخير، حصير احسن واحسن، ورح نتخطى هاي الفترة، او هذا الفيديو رح يضل ذكرى الي افتخر فيه بيوم من الايام، انه شوفوا حالي كيف كان وكيف صرت. وهذا الشيء اقسم بالله العظيم انتو عم تصنعوا، انتو وقفتكم معاي اللي عم تقوموا. يعني مرت علي فترة ما بدي اطلع من التخت، ما بدي اعمل شيء، ما بدي اواجه الحياة، ما بدي اكل، ما بدي اشرب. صار الموضوع يأثر علي بشكل غريب. يعني شوفوا انا دائما بحكي انه التعب النفسي شيء كتير صعب، لانه ممكن يجعنا بطنا ناخذ دواء، ممكن يجعني راسي اخذ دواء، بس التعب النفسي مو هيك. يعني شيء بيأثر على الصحة، شيء بيأثر على النفسية، شيء بيخليكم ما تمارسوا حياتكم الطبيعية بشكل طبيعي. بس صدقوني كل شيء بتشوفوه، كل العالم اللي بتشوفوني، يمكن انتم بتشوفوني دائما بضحك بسولف، بس شوفوا انا كمان عندي لحظات بكون منكسرة فيها. فترات ممكن اكون فيها كتير تعبانة. الواحد لازم يعرف شو بده بالحياة، لازم يشتغل على سعادته، لأنه إذا أنت كنت سعيد رح تسعد اللي حواليك، ما رح تهتم للعالم. لا تكونوا كتير عاطفين بهاي الحياة كتير صعبة. وأنا حاسة هلأ بفاصل هذه الحياة إنه لازم أتعلم أشياء، لازم أطلع من هاي السنة خبرات كتير كبيرة، تجارب، واللي طلعته إنه عادي كنا بنمر بظروف كتير صعبة. أنا لا أول وحدة ولا آخر وحدة بتمر بظروف صعبة، بس الواحد
واحد لازم يعرف شلون يقوم من هاي الظروف، وانا لقيته. عندي عائلة كثير حلوة، عندي اياكم انتو اللي دائما بتسألوا علي وبترفعوا معنوياتي وبتدعموني، وبعرف ما رح تقصروا معي ابدا. وان شاء الله هاي الفترة رح تكون فترة كثير حلوة للانجازات بالسوشيال ميديا. رح ارجع على الجامعة، وبعد سنتين رح تيجوا لعندي على العيادة واسوي لكم اسنانكم. فبحبكم كثير، وهذا الفيديو اعتبروه فيديو اخير بطلع هيك فيه قدامكم. رح نصير نتخطى كل مشاكلنا سوا، واحكوا لي انتو كيفكم زي ما بتسالوني كل يوم. ما بتتخيلوا قديش السؤال هذا بصنع يومي، انه في شخص ما بيعرفني عم بده يعرف انا كيفني اليوم، هل بخير مو بخير. ف انتو قومتوني بوقت ضعفي والله. بحبكم كثير عن جد. وين وصلتي بالدراسة؟ أحس صارلك 5 سنوات تدرسين. صحيح. صار لي أكثر من 5 سنين، بس الفكرة إنه أنا رسبت أصلاً سنة ووقفت سنة جامعة، فصار لي 7 سنين تقريباً. بس هاي السنة أنا سنة رابعة، ضل لي سنة رابعة وخامسة. بعد هاي السنوات إن شاء الله رح أتخرج، وإن شاء الله بيوم من الأيام أحط فيديو على اليوتيوب، فيديو تخرجي، يا رب ادعوا لي. خلينا ننتقل على سؤال شوي حلو نغير مودنا. شنو مواصفات فارس احلامي؟ مواصفات فارس احلامي انا حافظيتهم طبعا على قد ما بتمناهم. يكون طويل، يكون انفه حلو، شعره حلو، يكون طويل يعني فوق ال 185، لانه انا كمان طويله 174 انا. يكون لا اشقر ولا كثير اسمر، يعني بالنص، ما بعرف شو، حنطاوي بيقولوا له. شعره يكون فاتح، ويكون كريم، حنون، متفهم، لزوز. بس شو بدي اكثر من هيك؟ شو بدي اكثر؟ بالنسبه انه هذا باحلام بلاقي فارس الاحلام هون. بس يلا معلش، احنا بنتخيل وعاد بنشوف شو رح يطلع بالاخير. يمكن اتجوز واحد عكس هاي المواصفات كلياتها، بس رح نشوف، ما بنعرف. شو وقت تتزوجين؟ يا ربي، يعني انا شفتوني مطلعيت لكم شاب وما تجوزت، شفتوني ارتبطت وما تجوزت، شفتوني لقيت فارس الاحلام وما تجوزت. يا جماعه شو مالكم؟ بعدني ما في لا حب ولا شيء، وانا صراحه فاقده الامل من هذا الموضوع. يعني صار عمري 23 سنه، كل اللي قدي رح يتجوز، ونارين رح تتجوز، نور رح تتجوز، بس انا ضليت. ايدي حلوين بس ناقصهم خاتم يا فارس الاحلام، شد لي على حالك شوي. والله بابا ما يكون عم يحضر الفيديو. وإجينا على آخر سؤال، واللي هو موقف جربتيه بحياتك ما تتمنيه لشخص. قدمي نصيحة. نصيحتي لكم بهاي الفترة اللي بتحسوا حالكم فيها وحيدين كتير، اتجهوا لله. في شغلة كتير بحبها، كلمة إنه إذا الله معك فمن عليك، وإذا الله مو معك فشو أهمية إنه يكون في عالم حواليك. فهو المثل ما كان هيك بالضبط، بس إنه عم بحكي لكم. فتقرب من الله كتير مهم بهاي الفترة. صدقوني الله بيعين، الله بيعوض. يعني حب الناس إلي، نجاحي هلأ بكل مكان قاعد يعوضني على جرح جواتي يمكن كبير، بس كل شي بيهون يا جماعة الخير، وكل شي بمرق. المهم نقدر نتخطى هاي الفترة بشكل صحيح ونطلع تجارب صحيحة وبس. فبآخر الفيديو حابة بس كنت أطمنكم علي إن أنا منيحة، وهذا آخر فيديو بتشوفوني فيه هيك. بس كمان أنتوا عائلتي، ومن حقكم تشوفوا كمان فتراتي هاي برأيي، وتعرفوا أشياء عني وتعرفوا أشياء عن شخصيتي. فشكرا كتير على دعمكم، وشكرا على تعليقكم الحلوة على الفيديو اللي نشرته على التيك توك. ما بتتخيلوا قديش أنتوا اللي هيك، يعني بحس إنه شلتوا هذا الحمل من ظهري وقلتوا لي يلا رغد كملي، يلا رغد أنتي أم الضحكة، أنتي أم الإيجابية وهيك. بحبكم كتير، وإن شاء الله نلتقي بفيديو طاقة إيجابية كاملة. بحبكم كتير، يلا باي.